السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ النهاردة جايبة لكم فيديو جديد أوي هيعجبكم إن شاء الله، وبيعجب كل الأطفال الصغيرين، اللي هي الفراخ المشوية في الفرن. تمام كده. النهارده فيديو جديد قوي. لو لسه بتابعيني لحد دلوقتي ما تنسيش تضغطي لي لايك علشان تشجعيني كده، واعمل لكم فيديوهات كتيره قوي هتعجبكم ان شاء الله باذن الله. اول حاجه جبت الفرخه وهبتدي اقطعها، وبعد كده هغسلها. انا هقطعها الاول وبعد كده ابتدي اغسلها. زي ما انتم شايفين كده قطعت الفرخه. ماشي. بقطع فيها 6 أو 8 قطع على حسب ما انت عاوزه. وبعد كده بتنضفيها كويس قوي من جوه. زي ما انت شايفه كده برضو الفراخ مش نظيفه من جوه، فانا هنضفها دلوقتي. وبعد كده هنبتدي بقى نجهز التتبيله بتاعتها، بس بعد ما نغسلها بالطحينه. يعني انا كل مره بغسل الفراخ بالخل والليمون والملح، لا المره دي ان شاء الله باذن الله انا هغسلها بالطحينه. معلقتين كده طحينه وميه مغليه، وتحاولي تقلبيهم في بعض كده. الطحينه طبعا بتبقى ساقعه، وعلى بال ما بتفك بالميه السخنه يعني بتبقى يعني حوالي دافيه كده، مش ما بتبقاش مغليه قوي الميه. يعني الميه ما بتبقاش سخنه في الطحينه عشان هتمسكيها بايدك، وتقعدي تتبلي تقلبي فيها الفراخ كده، بحيث ان هي تتشرب شويه من الطحينه وتسيبيها شويه. وبعد كده بتبتدي بقى تفضيها، يعني تغسليها قوي من الطحينه بعد ما نقعتيها فيها. وبتغسليها. بعد ما بتغسليها بقى بتجهزي اللي هي التتبيله بتاعتك. التتبيله هتبقى عباره عن عن روزماري، معلقه صغيره من الكركم، ومعلقه صغيره من الملح، وكمان معلقه صغيره من ملح وكركم وروزماري، ومعلقتين زبادي، وعليهم بصلايه كده مبشوره حلوه قوي، وتبشري كمان عليهم طماطميه وورق لورا. تمام. وبعد كده بقى بتبتدي بقى تقلبيهم في بعض كده، وتحطيهم في بوله كبيره. وايه رايك بقى يا بنوتي يا حبيبتي في التتبيله الجميله دي؟ حلوه. عاوزه منها تاني؟ خلاص ماشي، نعمل منها تاني ان شاء الله باذن الله. لو عجبت اصدقائنا نقول نخليهم يكتبوا لنا في الكومنتات عشان نعمل منها تاني. ماشي يا قلبي. وبعد كده بنقلبها في التتبيله اللي قلت لحضراتكم عليها كده، وبرصها طبعا في الصينيه وبسيبها شويه. ممكن تسيبيها ساعتين كده لحد ما تتشرب التتبيله، وبعد كده بتحطيها في الفرن. لكن انا عشان بس كنت مستعجله فحطيتها على طول في الفرن. انتي برضو براحتك، زي عايزه تسيبيها اوكي، مش عايزه تسيبيها براحتك بسرعه. يعني لو عايزه تنجزي بقى وكده وشغاله وكده فحطيها على طول في الفرن، وان شاء الله هتديكي برضو النتيجه المبهره بتاعتها. زي ما انتوا شايفين كده انا برصها في الطاسه عندي. طاسه صغيره اللي هي متوسطه، يا دوبك كفت الفرخه معايا. تمام. وبقلبها اهو زي ما انتوا شايفين، وبحطها في الصينيه. ممكن تحطي عليها معلقتين زيت، وممكن لا زي ما انت حابه، لان هي اصلا طبقه الدهون اللي في الفراخ هي اللي بتسوي الفراخ. لو حابه تحطي معلقتين زيت مفيش مشكله، برضو بتستوي معايا وبتبقى كويسه. وطبعا معلقتين زبادي اللي انا قلت لكم عليهم دول، يعني او علبه صغيره يعني، دول بيخلوا الفراخ تبقى طريه كده من جوه وطعمها تحفه. ان شاء الله باذن الله تعجبكم. وما تنسوش طبعا تضغطوا لي لايك واشتراك، ماشي، علشان ان شاء الله باذن الله اعمل لكم فيديوهات كتير ان شاء الله الجايه. باقي التتبيله طبعا بحب احطها على الفراخ من فوق كده عشان تتشرب برضو وتاخد وقتها برضو في الفرن وكده. بعد كده بسيبها مثلا حوالي نص ساعه في الفرن لحد ما تستوي. وطبعا لو عندكم اي طريقه تانية لتتبيله الفراخ قولولي عليها، ونعملها سوا مع بعض ان شاء الله باذن الله في فيديوهات كتيره قوي جايه ان شاء الله. زي ما انتم شايفين كده. لو عجبتكم برضو تتبيله الفراخ بتاعتي اكتبوا لي كومنت كده تشجيعي كده، ربنا يبارك لكم. طبعا كده وزعتها في الصينيه زي ما انتم شايفين، ولسه هحطها في الفرن. وده كده شكلها في الفرن. يعني او انا لسه حطاها دلوقتي اهو. حطيت عليها البهارات طبعا بتاعه في الفراخ، وحطيتها في الفرن.
وطبعا هتاخد لها حوالي نص ساعة كده على بال ما تستوي. اكون انا عملت ايه الرز اللي هو البسمتي بسرعة. يعني احنا عارفين طبعا طريقة الرز البسمتي، بنعمله كلنا كده عارفين طريقته. واول لما يستوي على طول هبتدي ايه ارصه في الطبق، واحط عليه كمان قطعة من الفراخ. وان شاء الله باذن الله هبتدي دلوقتي اعمل السلطة، وكمان الرز على النار قرب يستوي كده خلاص. يبقى كده فاضل لي بس ايه اعمل طبق ملوخية كده صغير جنب الفراخ المشوية زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده كده خلاص، يعني الاكلة كده اكتملت وتبقى كده خلاص جاهزة على التقديم. زي ما انتوا شايفين اهو، برضو انا بحط الفراخ في الطحينة زي ما انتوا شايفين كده. بخلي الطحينة تبقى جواها كده خالص، واسيبها شوية علشان تشيل كل ريحة الزفارة اللي عندي. جربوها وان شاء الله باذن الله هتعجبكم جدا. واللي ما عندوش الطحينة بقى ممكن تحطي ايه الخل والليمون والملح، ده اساسي معايا في تنظيف الفراخ. وده كده شكلها بعد ما طلعت من الفرن زي ما انتوا شايفين كده، شكلها جميل قوي وتحفة. طبعا هطلع قطعة كده واحطها على طبق الرز كده اللي هو البسمتي الاصفر. زي ما انتوا شايفين بتتقطع معايا ومستوية جدا جدا، وطعمها يعني فظيع تحفة. جربوها ان شاء الله باذن الله مش هتندموا. اهو زي ما انتوا شايفين كده، ده طبق الملوخيه اللي انا عملته الصغير، بوله صغيره كده. بحب احط طبق ملوخيه صغير كده، والسلطه اهي جنبه والرز والمخلل زي ما انتوا شايفين كده. وبألف هنا وشفا، مع السلامه.